السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هذا الفيديو درته بخصوص واحد المتابع كان سولني واحد التساؤل، قال لي علاش الشخص لا يستافد من الشيك يمكن ليه يتيريه في التاريخ واخا يكون قبل من التاريخ اللي مقيد في الشيك. غادي نقول لك واحد الحاجه اللي خصك تكون عارفه قبل ما تعمر انت الشيك. اي واحد عمر شي شيك راه خصو يكون المقابل ديالو في الحساب البنكي. علاش؟ حيت راه الشيك سون بروفيزيون راه ممنوع. راه اي شيك خصو يكون عندك المقابل ديالو فلوس. عمرتي في الشيك 100 درهم خصها تكون عندك 100 درهم في الحساب. عمرتي في الشيك 10000 درهم خصها تكون 10000 درهم عندك في الحساب. اذا علاش داك التاريخ؟ شنو هي الفائده ديال داك التاريخ اللي دايرين في الشيك؟ علاش معمرين داك التاريخ ويمكن ليه الشخص اللي يستافد من الشيك يتيريه في الوقت اللي بغا واخا قبل من التاريخ؟ غادي نقول لك علاش. التاريخ عنده واحد الدور محدد. اول حاجه الشيك راه العمر ديالو عام و20 يوم. الشيك الا فات عام و20 يوم ومشيتي عند البنكه وقلتي ليهم بانهم يخلصوك فيه، البنكه عندها الحق ترفض. علاش؟ البنكه ما كتبقاش مسؤوله على داك الشيك، ولكن ماشي تقول بانه ما بقاش مسؤول قانونيا الشخص اللي مستافد من الشيك. الشخص اللي مستافد من الشيك كيبقى مسؤول قانونيا واخا تفوت عام و20 يوم. في هذه الحاله كتقول ليه البنكه بانه يمكن ليه يرفع دعوه على صاحب الشيك اللي معمرو. في هذه الحاله يمكن ليه يدعى مع الشخص اللي عطاه الشيك، يقول لي بانه عطاني الشيك سون بروفيزيون. في هذه الحاله البنكه ما كتبقاش مسؤوله، كيبقى الشخص مداعي اون فاس مع الشخص اللي مستافد من الشيك. اما البنكه كتخرج من هذا المشكل وكيولي مداعي معاه قانونيا في المحكمه. غير هو التاريخ واخا دير فيه مثلا لو 12 والشخص يتيري في لو 9 قبل من التاريخ ديالو، راه البنكه كتقبلو. واخا هكاك البنكه كتقبل الشيك واخا يكون يتيرا قبل من الوقت ديالو. لهذا راه واخا دير التاريخ، راه التاريخ راه سا اوكان انتيغي. علاش؟ التاريخ عنده علاقه بالشخص اللي ياخذ الشيك. غادي تقول لي مثلا تمونسيوني ليه التاريخ وتقول ليه تيري في التاريخ فلان الفلاني وتقيدو في الشيك. هذاك الشخص بلاص ما يتيري نيشان الشيك كيشوف فيه التاريخ مثلا في لو 12 كيمشي يتيري في لو 12، كيعرف بان هذاك الشخص اللي عاطي الشيك غادي يكون الكونت ديالو اليمونتي في لو 12، ما غاديش يكون اليمونتي مثلا في لو 9 ولا لو 10. دونك في هذه الحاله باش كيتجنب داك الشخص اللي مستافد من الشيك من الشيك سون بروفيزيون ولا انسيفيزونس ولا الكونت خاوي من الفلوس، في هذه الحاله الشخص كيتيريه في التاريخ ديالو اللي محدد في الشيك. اما البنكه راه واخا يجيها في تاريخ مخالف قبل من التاريخ اللي مقيد في الشيك، البنكه راه كتقبلو وكدير لك انسيدون دو بايمون. في هذه الحاله راه كتخلص واحد الغرامه اللي كتراوح بين 100 درهم حتى 200 درهم. وكاينه واحد الغرامه واحده اخرى اللي كتخلصها لدار الضريبه اللي هي واحد 5% في الانسيدون الاولى. ما عرفتش لي زانسيدون الاخرين الا تعاود تدفع المره الاولى المره الثانيه والثالثه ما عرفتش، ولكن بالنسبه للانسيدون الاولى راه كتخلص 5% من القيمه ديال الشيك لدار الضريبه. المهم درت هذا الفيديو غير باش نوضح الناس التاريخ راه ما كيعنيش بانه هذاك الشخص راه يقدر او خاصو يتيريه في هذاك التاريخ، راه يمكن ليه يتيريه قبل من داك التاريخ. كنتمنى الناس اللي شافوا الفيديو يبارطاجيو باش الناس ما يطيحوش في هاد لا سيتوياسيون حتى انا راه طحت فيها. انا ماشي كنت عارف القانون بانه راه الشيك راه يمكن ليه يتيرا قبل من التاريخ ديالو، غير انا كنت مونيسيونيت لذاك الشخص اللي عطيتو الشيك باش يتيريه في داك التاريخ اللي مونسيوني فيه. ولكن قدر الله ما شاء فعل، طحت في هاد لا سيتوياسيون مره اخرى نبقى انسيستي او مره اخرى مابقاش نتعامل مع هذوك الاشخاص بالضبط بالشيك. انا كنتعامل مع اناس اخرين وعمري طحت في هاد لا سيتوياسيون اول مره. المهم ماشي مشكل، الغلط من الغلط يتعلم الانسان. كنتمنى الناس ياخذوا ليكزومبل من هاد التجربه ديالي.
كان معكم عبد الكريم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.